من 4 سنين بالضبط كنت رفيّع جدًا، كنت حوالي 40 كيلو أو أقل من 40 كيلو، كنت رفيّع بشكل يخوّف زي أغلب الشباب بس أزيد شوية، وكنت واصل لمرحلة ضعف إن أنا مش باقدر أشيل حاجة تقيلة وده شكلي للي مش مصدّق، كنت رفيّع بشكل يخوّف، أنا كنت باخاف من نفسي. بس عادي كنت متعايش وكانت الدنيا تمام. بس أقول لك على حاجة، ما كانش عندي أي حاجة باشتكي منها ولا مرض ولا أي حاجة أيًا كانت، صحتي يعني فل الفل، ما فيش أي حاجة باعاني منها وكله تمام التمام، ومش باروح عند دكاترة كتير، ضعيف بس مش باروح عند دكاترة وكويس. ساعتها ما كنتش باعاني من حاجة بس كنت ضعيف ما اقدرش أشيل حاجة زي ما قُلت لكم، وكنت يعني هزيل بمعنى الكلمة. وشايف كل المشاكل دي وشايف الضعف اللي أنا فيه، أُصبت بمرض السُكّر النوع الأول، والمرض ده للي فاهم فيه فهو بيأثّر على المدى الطويل بشكل يخوّف، يعني بيأثّر على كل أعضاء الجسم لو هو مش مضبوط بنسبة كبيرة، فممكن يأثّر على كل أعضاء الجسم، كل حاجة في دماغك ممكن يأثّر عليها. المشكلة إن أنا نزلت عن ال40 كيلو كمان، يعني وصلت إن أنا كنت وصلت ل35 كيلو بعد ما أصبت بمرض السُكّر، رغم إن أنا كنت باكل كتير، بس ما كنتش فاهم ساعتها إن الأكل اللي باكله ده مش باستفاد بيه، القيم الغذائية مش بتوصل لجسمي وحاجات كتير، بس كنت باكل كتير. وقبل برضه ما أكتشف المرض أنا كنت باكل كتير جدًا، 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 وما كنتش بازيد في الوزن بل كنت باقل. يعني أنا مثلًا قبل ما أكتشف المرض كنت بانزل في الوزن رغم إن أنا باكل في اليوم بشكل مجنون. يعني شكل يخوّف، كنت باكل كتير أوي، 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 بس ما كنتش مكتشف لسه المرض ولا كنت باخد أنسولين ولا كنت يعني فاهم في أي حاجة. فنزلت تحت ال40 كيلو أو ممكن تحت ال35 كيلو، فكان المنظر بشع وبالذات عشان أنا طويل، أنا فوق ال184 سنتي أو فوق ال185 سنتي، فيعني أنا دلوقتي الحمد لله حوالي 85 كيلو وفي ناس بتقول لي أنت رفيع، عايزك تتخيل بقى المنظر كان عامل ازاي. زي ما قلت لكم بعد اكتشافي في مرض السكر زعلت اكتر لان انا ضعيف في العادي، فمرض السكر هيجي هبقى ضعيف اكتر. فيعني مشكلة وبقى قلة ثقة في النفس لأن دخول الحمام كتير، بشرب مية بشكل مجنون، أكتر الوقت سكر عالي فما أقدرش أتحرك. كانت عاملة لي مشكلة كبيرة جدا، فكنت ضعيف وبقيت أضعف لما السكر جالي. عايزك تفهم إن أنا كنت ضعيف، ما بالك بقى لما يجي مرض بزيادة يعني أوصل لمرحلة إيه. فيعني التفكير ساعتها كان متدمر، وكان كل حاجة كانت بتقول إن الحياة انتهت لأن خلاص وأنت إنسان ضعيف زي ما قلت لك وجالك مرض، المرض ده يعني بيدمر بمعنى الكلمة لو مش متظبط، فالضعف هيزيد، فأنت ضعيف أضعف حاجة ممكنة، فلما يجيلك مرض هيخليك أضعف من أضعف حاجة ممكنة، فخلاص كده يعني خلاص. بس ريحت دماغي وبوظت الأكل أكتر ونزلت في الوزن أكتر، والثقة في النفس راحت أكتر وما عدتش بنزل من البيت أكتر، ولا عاد عندي صحاب ولا عاد عندي أي حاجة، لأن خلاص ما هو خلاص أنا خلاص الحياة انتهت، مفيش حاجة أعملها تاني. ما هو بالعقل كده أنا مش السبب في المرض، أنا المرض ده جالي كده فأنا مش عارف خلاص أعيش وأتعايش وكل اللي أنا عاوزه، والحياة بقى توديني وكده ولا كده شوية وهاموت، فيعني الموضوع بسيط. لحد ما في يوم بعد حوالي إصابتي بمرض السكر ب3 سنين، كان أخويا كان بينزل يتمرن وكان بيتمرن بقاله حوالي 3 6 شهور حاجة زي كده، وكان عامل نتيجة كويسة وبالذات يعني عشان الحمد لله جينات العيلة بتاعتنا كلها كويسة، ممكن أسيب لكم صورة معاه. فيعني قال لي ما تيجي معايا، وأنا ساعتها ما كنتش بحب الجيم خالص. ليه؟ لأن يعني كنت شايف اللي بيروح الجيم ده إنسان ضعيف، يعني ما تستغربش كنت بقول اللي بيروح الجيم، يعني أنا آسف كده ولا كده، أنا ما كنت يعني بقول على نفسي دلوقتي اللي بيروح الجيم مش راجل، مش عارف ليه بس دي اللي كانت جاية في دماغي بقى مش عارف ليه. كان نظرته وحشة جدا عن المجال ده ومجال الفيتنس والجيم، وكل أي حد عنده عضلات ده بيعمل العضلات عشان يعجب البنات ومش عارف علشان يبقى يفتري على الناس، ويعني حاجات متخلفة. أنا عارف إن هي حاجات متخلفة وأنا لحد دلوقتي بقول إن إزاي كنت بفكر كده، بس يلا تمام والحمد لله يعني ريحت دماغي وقلت مش رايح في حتة لأن كنت آخد فكرة وحشة عن الجيم زي ما قلت لك. بس أخويا كلمني مرة تانية وتالتة وأنا برضه مريح دماغي ومش عايز أنزل، بس اللحظة اللي فعلا نزلت فيها دي علشان صاحبي كمان نزل الجيم، فخلاص أخويا وصاحبي والاتنين اسمهم عمر، يعني أخويا اسمه عمر وصاحبي اسمه عمر، يعني يلا نتوكل على الله ننزل، ما هو خلاص صاحبي موجود وساعتها كان صاحبي الوحيد واخويا بينزل الجيم برضه، فانزل انا كمان انا خسران حاجه عادي. لما نزلت الجيم عينك ما تشوف الا النور، يعني ضعيف يعني افهمك درجه الضعف وقله مش عارف اقول لك ايه،
انا كنت بلعب بنش بريس بالبار فاضي. انت ممكن لو بتتمرن تكون كنت بتلعب بالصدر بالبار، كان البار فاضي. لا، هو المشكله ان انا ما كنتش عارف اشيله فاضي اساسا. انت فاهم؟ يعني كان صاحبي كان بيساعدني ان انا اشيل البار فاضي. صاحبي ساعتها كان بيحط 10 كيلو في كل جنب، وكان بيتهيألي ده يعني ده انسان الضاوي بتاعنا. فاهم؟ يعني بالنسبة لي كانت حاجة خارقة. وكنت ساعتها بلعب بالباي هامر بحوالي 2.5 كيلو. مفيش معايا أي فيديوهات، يعني كان نفسي يبقى معايا فيديوهات، بس كنت ازاي أصور؟ لأن ساعتها كنت يعني كنت إنسان بيخاف أوي من الكاميرا كمان. كان كل اللي حواليا وكل اللي في سني، عشان ما تقولش كل اللي في سنك كده، لأ، كان كل اللي في سني بيشيلوا أوزان كويسة نوعا ما. أنا يعني مش قادر أشيل 2.5 كيلو ألعب بها باي. والبنش بريس زي ما قلت لك كان فاضي، والسكواد يعني أكتر حاجة. مؤاخذة النور اتقطع. المهم السكواد أكتر حاجة الناس بتشيل فيها أوزان. أنا ما كنتش بقدر أشيل فيها، يعني كنت بلعب برضه بالبار فاضي، وبرضه كان بيبقى تقيل عليا، وكان صاحبي بيساعدني. أنت أكيد دلوقتي استوعبت إن دخلتي للجيم دي كفيلة إن هي تكره أي إنسان في أي حاجة. كفيل ان لو شخص بيحب الجيم قوي لو دخل ولقى نفسه كده خلاص هيقول لا، المكان ده مش مكاني. وفضلت اتمرن فتره حوالي 3 شهور ل5 شهور، وما كنتش شايف اي نتيجه ولا الاوزان بتزيد، لان هو السكر عالي. فده معناه ان انت اكتر القيم الغذائيه انت مش مستفيد منها. فانت مش بتستفيد بالاكل، يعني انت بتاكل كتير. يعني انا والله يعني كنت باكل بطريقه مجنونه برضه مع الجيم، بس الاوزان مش بتتطور. ليه مش بتتطور؟ لان اكتر القيمه الغذائيه انت مش هتستفاد منها. يعني ممكن تكون بتتضرر اساسا. يعني انا كنت بخش اتمرن وسكري كان ممكن يكون معدي ال 500 وال 600، وانا اساسا ما اعرفش سكري كام. يعني ساعات كنت اقيس بعد التمرين الاقي سكري فوق ال 400 وفوق ال 500. فيعني عقليا قبل التمرين كان سكري كام؟ يعني قبل التمرين كان سكري كام؟ يعني كده انت فاهم. بس اللي خلاني اكمل ان انا كنت مرتاح في المكان ده. قلبي مرتاح، حاسس ان انا مرتاح، مش شكل جسم بقى ومش شكل اي حاجه. وده فعلا ان بيبدا انضباط، ان انت مش مستني حاجه من الحاجه دي. انت بتتمرن لان الشيء ده انت بتحبه. وانا حبيت المكان ده، بخرج من المكان مرتاح. ما كنتش بخرج كتير، فكان ده مكان خروجي. يعني والله يعني مش هتصدقوا، انا كنت بروح الجيم الساعه 7 بالليل، اللي هو المغرب دلوقتي او قرب العشاء حاجه زي كده. الساعة 7 كنت بروح من الجيم الساعة 12. يعني كنت بتمرن 5 ساعات. اه مش 5 ساعات تمرين، كنت صاحبت على ناس هناك وبكلم ناس وكده. فيعني المكان ده كنت بحبه وكنت بروح قبلها، وكنت ممكن أروح الساعة 1 وحصل مشاكل في البيت مع أهلي بسبب الموضوع ده. كنت بحب الجيم بشكل مجنون، مجنون يعني بشكل كبير. ليه؟ لأن مفيش قدامي حاجة تانية غيره. ما هو أصحابه وكده أنا بخاف أخرج لأن دخول الحمام وكده. إنما في الجيم ببقى مرتاح وأنا هناك. بجد من جوه قلبي المكان ده غير لي حياتي، واللي هو الجيم. بعد حوالي 5 شهور لقيت جسمي بيتطور. اه بشكل كويس بقى باين عليه ان انا بتمرن، لان بمعنى الكلمة انسان مختفي. ما في يعني ما هوش باين اساسا. يعني انت لو قابلتني هتسمع صوتي، مفيش بني ادم قدامك. فجأة زاد حوالي 2 كيلو 3 كيلو او حوالي 4 كيلو كمان. ف4 كيلو فاهم بقى موجود، فبقى باين عليه ان هو موجود، لانه ما كانش موجود اساسا، كان رفيع بشكل يخوف. لان بعد فترة مش كبيرة حوالي 5 شهور لقيت جسمي بيتطور. اه لقيت نفسي بتطور، زدت حوالي 3 4 كيلو. فبالنسبة لي ده حاجة كبيرة لان ما كنتش موجود. فبقى الناس تشوفني تقول لي انت باين عليك انك بتتمرن، انت جسمك بدأ يبان عليه، بقيت انسان طبيعي. ليه؟ لان أنا ما كنتش انسان طبيعي فبقيت انسان طبيعي. فيعني كنت ساعتها حبيت المكان اكتر. فسألت نفسي سؤال ساعتها، كنت دخلت اتفرجت على ناس ان لو السكر متذبذب ده غلط وصعب انك تبني عضلات، او ممكن تكون بتعدم البناء العضلي لو السكر عندك مش متظبط. فقلت لنفسي سؤال، انا كده والسكر عندي مش مظبوط يعني، وصحتي مش احسن حاجة، وبدأت اتطور. ما بالك بقى يا باشا لو ظبطت السكر وظبطت اكلك وظبطت صحتك؟ تخيل انت هتبقى عامل ازاي. فدي فكرة كانت جاية في دماغي وكنت حابب أنفذها، لأن كنت دايما بيبقى عندي فضول أشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. ودي أحسن حاجة في الجيم، لو أنت بتتمرن هتعرف إن دي أحسن حاجة. أنت كنت داخل الجيم ومش مظبط أكلك، فجأة ظبطت أكلك، فجأة ظبطت نومك، فجأة ظبطت المية بتاعتك، بتشرب مية كتير، فجأة بعدت عن الناس السلبية. فالمكان ده بيخليك تغير كل حاجة، لأن أنت بتبقى عايز تعرف لو عملت كده إيه اللي هيحصل. ما أنا عملت أقل شيء وبقى شكلي كويس، لو عملت احسن شيء هبقى عامل ازاي ولا هيبقى شكلي ازاي. فبيبقى عندك فضول انك تتطور وتشوف نفسك لو عملت الحاجة الصح اكتر ايه اللي هيحصل.
وده اللي بيوصل الناس اللي هم يجيبوا أكل بفلوس غالية جدا، وممكن يستلفوا، وممكن يعني يشتغلوا ويموتوا في الشغل علشان خاطر يجيبوا فلوس يصرفوها على الجيم، لأن هم بيبقى حابين التطور وحابين يعرف آخر جسمهم إيه اللي ممكن يحصل. وده اللي بيخليهم برضه ياخدوا هرمونات، إن هم بيبقى خلاص التطور بتاعهم الطبيعي راح، فممكن ياخد هرمونات لأنه حابب يشوف جسمه متطور، حابب يشوف جسمه كويس. وده برضه بيمنعه إن هو يبطل هرمونات، لأنه هو شاف جسمه إن هو كويس، فهو مش متقبل فكرة إن جسمه يرجع تاني للأول. فيعني ده حاجة يعني الجيم موجودة فيها، بس يعني أنت خليك في الطبيعي أحسن، وإن شاء الله تتطور. فقلت أنا خسران إيه؟ أجرب. مشيت في الرحلة، وكانت الرحلة كانت صعبة، ما كانتش سهلة. الرحلة أخدت حوالي 3 شهور بحث تدوير، أفهم الأنسولين بيشتغل إزاي أستفيد من التمرين لو أنا مريض سكر. وفي الشخص ده من داخل أعماق قلبي الشخص اللي أنا بحبه جدا، لأن الشخص ده من الأسباب بعد توفيق ربنا إن الحياة اتغيرت. الشخص ده انت لو بتتفرج على الفيديو خش اتفرج على فيديوهات، لان لو انت مصاب بالسكر الشخص ده قناته كفيلة ان هي تخليك انسان تالت بعد توفيق ربنا اكيد. اسمه محمد الهشتان. في بودكاست كان عامله على البنش، اللي هو دي قناة معروفة، وهو عنده قناة على اليوتيوب بيشرح فيها حاجات تخص مرضى السكر. فالراجل ده يعني انا بحبه جدا، لان انا اتفرجت على كل فيديوهاته، وهو مش بينزل فيديوهات كتير، فاتفرجت على كل فيديوهاته وقتها حوالي 5 ل10 مرات. يعني كل فيديو انا بتفرج عليه حوالي 10 مرات، ممكن اقول لك ترتيب الفيديوهات كلها بتاعته. فالراجل ده انا بحبه وليه جميل وفضل عليا بعد ربنا اكيد، يعني ما يتوصفش. في الرحلة دي انا كنت لوحدي، وما كنتش لوحدي مش معناه ان ما كانش معايا اصحابي، لا ما كنتش مع دكتور. ودي مشكلة وما انصحش اي انسان يجربها، لان الموضوع خطر، الموضوع حياة او موت، لان الموضوع خطر جدا. ليه ما كنتش بحب اروح لدكاترة؟ لان اغلب الدكاترة ساعتها انا ما كنتش بروح لدكاترة مختصين، فاغلبهم ما كانش يعرف معامل القلب ومعامل التصحيح، وان انت ممكن تاكل اللي انت عاوزه وتحسبه مع الانسولين والكلام ده كله. فيعني كنت بروح لدكاترة متخصصين كده السكر من السكر نوع اول، ويعني دكاترة الحمد لله يعني اللي خلاص الموضوع عدى. فما كنتش بحب اروح لهم لان هم كانوا بيحرموني من الاكل جدا. يعني كان شخص كان بيقول لي كل 5 معالق رز، ده دكتور، وشخص كان بيقول له كل ربع رغيف وحطه جواه مش عارف ايه. فيعني وانا ساعتها اقسم بالله كنت باكل اكتر من كيلو رز في اليوم، كيلو رز واكتر، ممكن 2 كيلو رز. وسكري ساعتها ما كانش مظبوط وكان دايما عالي. يعني انت فاهمني، هو الدكتور بيقول لي كل ربع رغيف و5 معالق رز، وانا كنت باكل اكتر من 2 كيلو رز يعني. فكنت بكره ان انا اروح عند الدكاترة بجد، لان الموضوع كان فعلا بيسبب لي مشاكل، لان انا مش مرتاح مع الدكاترة. ما حبيتش اروح لاي دكتور، لان انا عارف ان الموضوع هيضيع فيها فلوس، بس يعني الفلوس هتضيع لان انا مش هسمع كلامه، لان انا مستحيل امشي على النظام اللي بيقول عليه. زي ما قلت لك خدت الرحله لوحدي من غير اي دكتور ومن غير اي حد. كنت بقيس السكر كتير، وكانت الرحله صعبه في قياس السكر بالذات، لان انا كنت بقيس السكر يعني لما احس ان انا رايح في غيبوبه كنت بقيس السكر. كان شريط السكر عندي اغلبها صلاحيتها انتهت، لان ما كنتش بقيس السكر. يعني في اول 3 سنين بالسكر انا ممكن كنت قست السكر حوالي 5 ل10 مرات، بس انا بقيس دلوقتي حوالي من 4 ل8 مرات، وممكن 10 مرات في اليوم في الفترة اللي انا فيها دي. فانتوا فاهمين، ما كنتش بقيس السكر، فبالنسبة لي الموضوع كان مشكلة. واخد ابر انسولين كتير، لان انا كنت في العادة ما باخدش ابر مع الوجبات. فيعني الموضوع كان عامل لي مشكلة. كنت ساعتها باكل وجبات عادي فيها نشويات، يعني ممكن الوجبة يبقى فيها 300 جرام كارب، وما كنتش اخد اي انسولين، لان ما كنتش فاهم الانسولين بيتاخد عن ايه. وما كانش ساعتها لما كنت بروح لدكتور كان بيفهمني الموضوع ده. فيعني مش العيب من الدكاترة اكيد، هو انا كنت بروح لناس معينين ما كانوش افضل حاجة في المجال. فما كنتش عارف اساس الانسولين بيتاخد ليه، ولا الانسولين بيشتغل مع ايه، ولا المفروض يتاخد امتى، ولا المفروض ايه، وبيتاخد ليه عامة. ف ده حاجة أنا ما كنتش فاهمها، فعشان كده كنت ماشي عشوائي في الأول. بس الحمد لله اتعلمت وفهمت، وبقيت آخد أنسولين كتير، والموضوع كان مأثر على نفسيتي بشكل كبير جدا. يعني كنت ممكن سكري يكون مظبوط بدري عن كده، بس هو ما كانش مظبوط بسبب إن أنا كنت نفسيا تعبان. وفي بداية ظبط للسكر كان سكري كان ممكن مثلا يبقى 250، وبالنسبة لل 600 و 700 يعني الجهاز ساعتها ما كانش بيعرف يقرا سكري في الأول. فبالنسبة للأول أنا كنت في حتة تانية، بس عشان كنت بقيس السكر كتير فكنت شايف إن السكر عالي. وكنت ساعتها قريت عن أضرار إن السكر يبقى عالي لفترات كبيرة،
فيعني الموضوع كان تعبني جدا وكان حصل لي مشاكل في الوقت ده وحاجات كتير. بس الفترة دي عدت وفي أول 3 شهور من انضباط مستوى السكر أنا زدت في الوزن أكتر من 10 كيلو في 3 شهور أو أكتر من 15 كيلو. كنت ساعتها حوالي 60 65 كيلو، طلعت لل75 وأنا دلوقتي يعني 85. بقالي حوالي 10 شهور مظبط السكر. فيعني ساعتها أنا كنت مبسوط بشكل مش طبيعي، وده اللي مخليني مستمر برغم من كل حاجة، لأن أنا شفت تطور كبير وشفت حقيقي إن أنت لو مصاب بالسكر وظبطت السكر احتمال تعمل تطور أكتر من الشخص الطبيعي. وهقول لك ليه. لأن عامة الأنسولين بيسرع الأكل إنه يوصل للعضلات وحاجات كتير جدا، والأنسولين ده هرمون أساسا، بس عشان مش موجود في جسمك فأنت بتاخده. بس الحاجة اللي هتخليك تتطور عن الإنسان الطبيعي إن أنت عندك حافز إنك تكمل في التمرين، لأن الشخص الطبيعي بيبص لشكل جسمه. اتطور هيكمل، مش هيتطور ما يكملش، وممكن العكس لو اتطور يسيب الجيم يقول لا خلاص أنا وصلت للجسم اللي أنا عاوزه. بس انت كمريض سكر هتكمل في الجيم لان انت عارف ان هو بيفيد صحتك مش شكل جسمك بس. فموضوع السكر ده كفيل ان هو يخليك تكمل في الجيم، والحمد لله زي ما قلت لك انا دلوقتي 85 كيلو، وده وزن يعني انا ما كنتش اتوقع في حياتي ان انا اوصله. كنت ساعتها مثلا هديكوا فكره، كنت بشوف ناس على النت كان وزنها يعني مش وزنها، كان شكلها. انا ساعتها كنت بقول انا مستحيل اوصل للشكل ده الا لو اخدت هرمون. بس الحمد لله وصلت لاكتر من الشكل ده. الحمد لله يعني باخد انسولين بس لان عندي سكر وكده. فمبسوط أوي. الحمد لله بقى عندي خبرة وقلت أما أبدأ أفيد الناس اللي زيي اللي مصابة بالسكر. فنزلت محتوى على تيك توك في الأول وعلى يوتيوب شورت، والفيديوهات عجبت الناس. ما عنديش مليون، إنما فعلا في ناس بتستفيد من الفيديوهات، وده اللي أنا عاوزه، إن أنا أفهمك فعلا إن الموضوع ممكن تتعامل معاه وممكن تتعايش. فالمرض ده غير لي حياتي بنسبة 55 مليون%، والله بجد. لأن ما كنتش أتوقع إن يبقى عندي الانضباط اللي عندي، ولا كنت أتوقع إن أنا وأنا عندي سكر أبقى أقوى من نفسي وأنا ما كانش عندي أمراض أساسا، وأبقى أقوى من 99.999% من اللي في سني. رغم إن العكس أغلب اللي في سني ما عندهمش سكر، وبالذات السكر النوع الأول، لأن أنت هتفضل معتمد على الأنسولين إلى ما لا نهاية، اللي يعني لو ربنا يعني بإذن الله قدر لك الشفاء. فمفيش حل تاني غير إن أنت تاخد أنسولين. بقيت أقوى من الناس اللي المفروض صحتها أحسن مني، وبقى شكلي أحسن، وبقيت إنسان عنده ثقة في نفسه حقيقي، لأنه فعلا عدى إن هو قدر إن هو يظبط مستوى السكر. كل يوم بيعدي بمشاكل انضباط، فاهم اللي هو يظبط السكر، يقيس السكر، حاجات زي كده. فده شخص كفيل يعني بتوفيق ربنا إنه يوصل لأي حاجة هو بيتمناها. فالحمد لله بعد ما المرض إجا بقى عندي انضباط، بقى عندي روتين، بصحى في وقت معين، بنام في وقت معين، ببعد عن الناس اللي مش كويسة. فيعني زي ما قلت لك أنا المرض ده غير لي حياتي. ما كنتش أتوقع في يوم من الأيام إن أنا أوصل للانضباط اللي أنا فيه، وحاجات كتير جدا يعني غير أساسا صحيا وشكليا وحاجات كتير. حاجات كتير في الحياة ما كنتش أتوقع إن أنا أوصل لها لو ما كنتش أصبت بمرض السكر. يعني أنا كل ما أتخيل لو ما كنتش لو ما كنتش أصلا أصبت بالمرض ده كان ممكن إيه اللي يحصل. فيعني بلاقي دايما إن أنا المرض ده أنقذني من حاجات كتير. بس كده أتمنى ما أكونش طولت عليك. ده أطول فيديو أنا صورته، يعني هو أنا مصور نص ساعة، بعد المونتاج هيبقى حوالي 10 دقايق، ربع ساعة برضه ولا حاجة. فأطول فيديو صورته في حياتي كان حوالي 9 دقايق. في الفيديو ده هيبقى أطول فيديو صورته في حياتي. أنا عارف إن الفيديو مش ناس كتير هتشوفه، بس بجد لو واحد بس هيشوفه الفيديو ده هيعمل له حافز إن هو يتغير، ويشوف إن المرض ده فعلا هيفيده، ويشوف إن المرض ده فعلا ممكن يعدي بيه ويتعايش. أنا خلاص كده واحد بس يشوف الفيديو. ولو أنت الواحد ده اكتب لي تحت في الكومنتات حابب أعمل لك فيديو إيه تاني. ولو أنت مصاب بالسكر وعندك مشاكل في السكر، ويعني عندك مشاكل كتيرة زي اللي كانت عندي وحابب مساعدتي الشخصية، ابعت لي رسالة على واتساب على الرقم ده، أو ابعت لي على الانستجرام وهساعدك إن شاء الله. فأنا أكتر شخص ممكن يفيدك في الموضوع ده، لأن أنا عديت بكل اللي عديت بيه وحكيت لك على حاجات كتير، وفي أجزاء تانية للقصة لأن القصة لسه مخلصتش. فأكتر واحد ممكن يفيدك أنا. فلو عايز مساعدتي الشخصية اعمل لي متابعة، لو مش عايز المساعدة عادي اتفرج على الفيديوهات المجانية اللي هي منشورة على الأكونتات، وإن شاء الله هتفيدك كلها، لأن فعلا أنا حابب أفيدكم من جوه قلبي. وبس كده يا غالي، شكرا على المشاهدة بتاعتك، ولو كملت الفيديو لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا، وسلام.